تخيل تصحى يوم عادي جدا، الدنيا حواليك شكلها طبيعي، وفجأة الأرض نفسها تبدأ تتحرك تحت رجليك، زلازل بتكسر مدن، براكين بتنفجر، تسونامي بيبلع كل حاجة في طريقه. مش فيلم خيال، دي نهاية عالم بتحصل قدام عينيك. المرعب أكتر إن مفيش مكان آمن، مفيش وقت تفكر، كل اللي قدامك دلوقتي اختيار واحد، يا تهرب يا تختفي مع العالم. وده اللي بيحصل في فيلمنا النهاردة. سنة 2009 بنشوف أدريان في عربية والجو بيمطر وصعب، بيوصلوا لمنجم نحاس في منطقة ما في الهند، وبينزلوا بيستقبلوا صاحبه بكل حب وبيرحب بيه. بيشوف أدريان ابنهم وبيتفاجئ إنه كبر كده. بتسلم عليه مرات صاحبه وبتقول له إنها عملت له الأكل اللي بيحبه. وبينزلوا للمنجم وبيكون المنجم درجة حرارته عالية، وبيسأل أدريان إزاي بيشتغلوا كده. بيرد عليه صاحبه إنه كده درجة الحرارة كويسة، وبيعرفوا على دكتور زميله، وبيروحوا يشوفوا آخر التطورات على الكمبيوتر، وبيوري له أكبر تفجير شمسي حصل في تاريخ البشرية، وبيقول له إنه بسبب ده حصل تفاعلات فيزيائية. وبيتفاجئ أدريان وبيقول له إنه مستحيل، وبياخده وبيروح عند خزان ميه عمقه 6000 قدم تحت الارض، وبيقول له ان في تفاعل نووي، وده بيسخن الارض وبيعمل موجات بتخلي الميه اللي في الخزان تغلي. واشنطن العاصمه. بيوصل ادريان للفندق وبيجري، وبيكون في ناس متجمعه وبيحتفلوا، وبيتكلم واحد معاهم، وبيوصل على الباب ومش بيرضوا يدخلوه عشان مش لابس بدله. وبينادي على صاحبه اللي بيجي وبيطلب منه يديله جاكيت البدله، وبيلبسها وبيدخل وبيروح لانهوزه، وبيكون معاه ملف وبيطلب يتكلم معاه، وبيعرفه على نفسه بس بيتعامل معاه بمنتهى البرود. وبيتعصب ادريان وبيزعق معاه وبيتريق عليه انهوزه، وبيقرا الملف وبيتصدم، وبياخده عشان يقابل الرئيس. سنه 2010 في الشارع في مظاهره كبيره واعمال شغب، بيوصل الرئيس وبيكون مجمع رؤساء الدول في اجتماع مغلق، وبيبان ان الوضع خطير، وبيخرجوا الباقي من الاوضه. وبيبدا الرئيس كلامه: من 6 شهور علمائنا قالوا لي على حاجه تخض. في البدايه رفضت ان اصدقه، بس بعد كده علمائنا اكدوا لي الخبر، والان مع المفاجاه الكبرى يؤسفني اقول لكم ان العالم هينتهي. يا ريتك ما اتكلمت. بنروح لدولة الصين، والجيش بيكون بيفضي منطقة سكانية، بياخدوا العواجيز، أنا آسف يعني، والشباب بيعرفوا قدرات كل واحد ويوظفوه، وبتحصل صفارة غريبة، وبعدها انفجار في الجبل. في لندن 2011 بنشوف راجل ماسك شنطة وبيفتشوه، وبيكون قاعد بيتكلم مع رئيس دولة تانية، وبيبان كده من لبسه إنه خليجي، وبيكون طالب منه $1,000,000. أوبا. في باريس بيكون في المتحف بيغيروا صورة الموناليزا الأصلية بواحدة تانية عشان خايفين عليها من الأوضاع اللي جاية، وبتتكلم واحدة وبتقول إنها بتحميها، وإن في آثار وحاجات فنية كتير اتدمرت في بلاد تانية بسبب أعمال الشغب، وإن المنظمة بتاعتهم بتجمع قطع معينة عشان تحافظ عليها. بندخل على التقيل بقى. سنة 2012 بسم الله الرحمن الرحيم كده بتبدأ بأخبار عن انتحار جماعي والجثث في كل حتة. كاليفورنيا بيكون في شخص نايم وبتحصل هزة أرضية، فبيصحى: أسفين حضرتك أزعجناك. وبيبص في الساعة فبيتخض وبيقوم يجري، وبيجهز نفسه وبيجيله تليفون، فبياخد شنطة وهو خارج بيوقع كتب وبتكون صورته عليها، وبنعرف ان اسمه جاكسون. وبيفتح الجراج وبيحط الشنط في العربيه بس ما بتشتغلش، فبيسب ويلعن في حظه، وبياخد عربيه تانية وبيمشي. وبيكون في ناس متجمعه حوالين شق كبير في الارض، بيسوق بسرعه، وفي الراديو بيتكلموا عن الوضع بطريقه كوميديه، بس ما حدش بيضحك غيرهم، وبيبان انه مش طايق اللي بيسمعه. بيوصل لبيت كايت وبيخرجوا ولاده وبيسلموا عليه، وبتيجي كايت وبتاخد منها الشنطه، وبيخرج جارهم يسلم عليهم. بتقول كايت لجاكسون ان بنته لسه بتلبس حفاضه، فبيستغرب عشان هي عندها 7 سنين، وبتودعهم وبيمشوا. وفي باخره في البحر بنشوف ويل وهاري بيكونوا مسافرين لليابان. بيقول هاري لويل انه اخيرا هيقدر يقابل ابنه. بيرد ويل انه يبطل يتدخل في حياته العائليه، وبيتكلموا مع بعض عن ولادهم وبيفكروا ان الحياه قصيره، ايوه خلاص هتنتهي في 2012. وبتحصل هزه والباخره هتكون هتتقلب، بس بتتعدل تاني. ده انت بركه لسه قايل الحياه قصيره والباخره بتتقلب. بالليل بيتكلم رولاند مع لورا وبيقول لها انهم كذبوا عليهم، وان الاثار اللي جمعوها مش موجوده في المكان اللي قالوا عليه. وبتظهر عربيه وراه غالبا كده مش هيلحق يقول اي حاجه، وهوبا بتنفجر العربيه بيه. في الطريق جاكسون بيكون سايق وبيغني مع بنته. بنشوف الرئيس وهو بيتابع اخر الاخبار مع ادريان، وبيشرح له الوضع والهزات اللي بتحصل، وانهم لازم يغيروا الجدول اللي كان عامله. وبيتفاجئ الرئيس من اللي بيقوله، وبتدخل بنته عليهم عشان تعرفهم خبر انفجار العربيه، وبتتكلم معاه وبتكون متضايقه جدا، وبيقعدوا يتكلموا. الناحيه التانيه ادريان بيسال لو ليهم اي علاقه باللي بيحصل، فبيطمنوا انهوزه وبيقول له يركز على الجدول اللي بيعمله. وبيتكلموا وبيمشوا وبيسيبوا. جاكسون مع ولاده بيتمشوا، وبيكون قدامهم سور وعليه تحذير، بس البني ادم بقى بيروح لقضاء عادي جدا، فبينطوا من فوقه. يا سلام. من الاشجار في حد بيراقبهم وبيسجل ان في ناس دخلوا المنطقه الخطر، وبتيجي عربيات من الجيش تاخدهم عشان تنقلهم لمكان امن. ادريان بيكون وصل لنفس النقطه عشان يتابع الوضع، وبيتكلم مع جاكسون عن اللي بيحصل وعن كتبه، وبيبان ان جاكسون كاتب موهوب، وبياخدوهم للمخيم. بيروح يتابع باقي الاخبار مع صاحبه اللي بيقول له انهم لازم يبداوا عمليات الاجلاء، فبيتصدم ادريان وبيقول له
أظن لسه بدري، بس للأسف مفيش وقت. حاجة مؤثرة جدا. لو وصلت لهنا عاوزك تقولي في الكومنتس هتعمل ايه لو عارف ان نهاية العالم قربت. بيوصل جاكسون وولاده للمخيم، بيوقفهم الراجل اللي كان مستخبي بين الشجر وبيراقبهم، بيحاول يعرف منهم أدريان قال لهم ايه. بيرد جاكسون بس رده بيدخل الراجل في حالة ضحك هستيري، او غالبا هو عنده برج طاير. بيبلغ أدريان الحكومة باللي بيحصل والوضع بيكون متوتر. بيتكلم جاكسون مع ولاده، بيبان ان ابنه مش طايقه وبيقفل الخيمة في وشه. بيقعد بره لوحده مع اللاب وبيشوف الراجل اللي وقفهم الصبح، وبيكون عامل برنامج راديو بيتكلم فيه عن الأوضاع. فبيروح له وبيسأله عن اللي بيحصل، وبيبان فعلا انه مجنون زي ما قلنا قبل كده. في السوبر ماركت كايت وجوردن بيعملوا شوبينج، وبيحصل تشقق في الأرض وهزة كبيرة لحد ما بيحصل شق كبير بيفصل بينهم. الصبح جاكسون بيعمل شوبينج مع ولاده وبيشوفوا الخبر، وبيتصل ابنها بيها وبتقول لهم يرجعوا. أنهوزو بيبلغ الرئيس باللي حصل وبيقول له ان في 4 سفن جاهزين. بيتفاجئ الرئيس انهم 4 بس، وبيقول له ان مفيش وقت ولازم يبداوا في الانقاذ. وبيشرح أدريان الوضع لرؤساء الدول، وبيقول لهم انهم قدامهم يومين او 3 ايام بالكتير. في حلبة المصارعة بنشوف كاربوف وبيجي له مسج على الفون انهم بدأوا عملية الإجلاء، فبيتصدم وبيمشي. وبيوصل جاكسون وولاده البيت وبيسلموا عليه وبيمشي، وبيروح على شغله. وبيعرف من ولاد كاربوف عن الإجلاء، وبيشوف شق في الأرض وبيجري يتكلم مع طيار وبيديله ساعته عشان يأجر الطيارة بتاعته. جوردن بيتفرج على الأخبار، وبيتصل جاكسون بكايت عشان تجهز نفسها، بس ما بتصدقش وبتقفل معاه. وأول ما بتقفل، لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والفولو وجهز نفسك عشان اللي جاي اون فاير. بيحصل زلزال قوي جدا وبينزلوا تحت الترابيزة، وبيوصل جاكسون وبياخدهم في العربية وبيسوق بأقصى سرعة، وكل حاجة حرفيا بتتهد حواليه. انفجارات والكباري والعربيات، المدينة كلها بتنهار، لكنه بيحاول ينقذهم بكل الطرق. أدريان في مركز البحث بيتابع أحوال المدن اللي اختفت واللي انهارت. بيوصلوا عند الطيارة وبيلاقي الطيار ميت. حظهم ايه تحفة. بتقول كايت لجوردن انه يسوق، وبيرد انه مش هيعرف، وبيشجع جاكسون وبيديله المفتاح. وبنشوف المدينة كلها وهي بتنهار والانفجارات، واخيرا بيطيروا بيها في مشهد سينمائي للمدينة وهي بتنهار حواليهم وقدامهم. وبتتكلم كايت مع جاكسون ازاي عرف ان كل ده هيحصل، وبيقول لها ان ده مش في كاليفورنيا بس، ده العالم كله هينهار. وبيتكلموا شوية وبيشوفوا منظر مرعب، المدينة كلها بتنهار في المية على الباخرة اللي رايحة اليابان. ويل وهاري بيغنوا ويعزفوا يا سلام على روقانكم، العالم بينهار صباح الفل. الباخرة كلها رايق الله اكبر، بيرقصوا ويغنوا. بيتكلم أدريان مع ابوه عن اللي بيحصل وبيطمن عليه. بيطمن ابوه وبيقول له انه فخور بيه، وبيودعه وبيقفل. بيوصل جاكسون عند تشارلي اللي بيكون معاه خريطة للأماكن اللي هتنجو من الدمار، بس مش بيلاقوه. فبياخدوا العربية وبيروحوا يدوروا عليه لحد ما بيلاقوه، وبيسألوا على الخريطة وبيقول له على مكانها. وبيبدأ الانفجار، وبيرجع عشان ياخد الخريطة ويمشي، وكالعادة بيسوق بأقصى سرعة. وفجأة بيحصل أكبر انفجار في العالم، بيعمل هزة قوية جدا وبتبتدي تنزل صخور من السماء في كل حتة. وكالعادة جاكسون بيسوق زي المجنون عشان ينقذ بنته، وبيوصل للطيارة وبيحصل شق كبير وبتقع العربية فيه. بيطلع جاكسون وبيجري ناحية الطيارة وبينجح انه يركب وبيطير وسط الانفجار والصخور. بنرجع لأدريان اللي بيتكلم مع أنهوزو عن الأوضاع، وبيتفرجوا على الأخبار اللي حصلت وأعمال الشغب اللي بتحصل في العالم كله. بيتكلم أدريان مع أنهوزو انهم لازم يقولوا للناس على اللي بيحصل، ومش بيوافق أنهوزو لأنه بيبقى شايف ان ده خطر. وبيروح يدور على الرئيس عشان لازم يمشوا، وبيقول له الرئيس انه عاوز يتكلم مع أدريان على انفراد، وبيتكلم مع انه كان نفسه ينقذ البلاد وانه كل واحد لازم يكون عنده فرصة انه ينجو. وبينصحوا أدريان انه يقول للشعب عن اللي بيحصل. وبنشوف المدينة المتدمرة، وبيوصل أدريان لطيارة الرئيس وبيقول لأنهوزو ان الرئيس مش هيجي. وبيقرر أنهوزو انهم يمشوا من غيرهم وانه مش هيستنى حد، وبيشدوا مع بعض بسبب الأحداث اللي بتحصل. وبيتكلم الرئيس مع بنته وانه هيقول للناس عن اللي بيحصل. وبيطلع الرئيس وبيقول للناس كل حاجة، وبيروحوا عشان يركبوا طيارة تانية. وبيبتدي جاردون وساشا يطيروا بالطيارة وبيستقروا في الجو. في الصين بيقعد معلم مع الطالب بتاعه وبيتكلموا عن نهاية العالم. في الطيارة بيتكلموا مع بعض، وبيسأل جاكسون جاربو دفع قد ايه عشان يعرف يسافر، وبيرد انه دفع $1,000,000 للكرسي الواحد، يعني عشان ولاده وحبيبته دفع يعني مبلغ اصفار كتير جدا. يا سلام، انت رايك ايه لو مكانه تدفع كل ده عشان تعيش ولا تموت بسلام؟ وبيتكلموا سوا وبيروحوا للكابينة عشان يشوفوا التطورات. وبيكون في انفجار بركاني كبير في هاواي. الناحية التانية أدريان بيتكلم مع ويلس هون عن الأوضاع، وبيحاول يغير نظرتها للأمور ويطمنها. في الباخرة بيتصل هاري بابنه، وبترد حفيدته عليه وبتصحي باباها يكلمه، بس ما بيلحقش عشان بيحصل زلزال
قوي جدا وبيتقطع الاتصال. الرئيس بيتفقد الأحوال بعد الانفجار وبيلاقي بنوتة بتدور على باباها، فبيقرر إنه يساعدها وبيخرج يدور عليه، بس بيحصل زلزال قوي وبيقع عمود كبير عليهم. بتوصل الأخبار لأنهوزو وأدريان، وبيحاول أدريان إنه يهدي وولسون، وبيجي لهم أخبار إنه هيكون في تسونامي قريب، وبيقلق أدريان على أبوه وبيعرف إنه في زلزال في المنطقة اللي هو فيها. في الباخرة بيتكلم هاري مع ويل، وبتبتدي عواقب الزلزال تبان، وبتتقلب الباخرة في البحر وبتغرق، وبيصحى الرئيس وبيكون التسونامي داخل عليه وبتغرق المدينة كلها. في الطيارة بيحاول جاكسون يشغل أي راديو يفهم منه اللي بيحصل، وبتيجي كاي وبيتكلموا سوا. واحدة واحدة كل الشبكات بتفصل والراديو كله بيفقدوا الاتصال بباقي الرؤساء. يسأل أنهوزو أدريان عن آخر التطورات، وبيقول له إن التسونامي هيضر مناطق كتير، وبيشرح له الوضع واللي هيحصل في الأرض الفترة الجاية. بنرجع مرة تانية للطيارة وبتكون المحركات بتتعطل، وبيقرروا يصحوا الأولاد، وبيتكلم جاكسون مع ابنه وبيحضنه، بيحضروهم عشان هيهبط هبوط اضطراري، وبيتوتر الأولاد وبيكونوا خايفين، بس جاكسون بيطمنهم وبيحضنهم، وبيناديهم جاردون عشان يشوفوا الوضع، وبيقرروا ياخدوا عربية ويهربوا. وبيجي جاردون وبيقول لهم إنهم لازم يخرجوا قبل ما يلمس الأرض، وبيخرجوا بالعربية فعلا، وبيضحي ساشا بنفسه وبتنفجر الطيارة وبيموت. وبيكون في طيارات بتنقل حيوانات فبيشاوروا لهم، وبتروح لهم طيارة وبتسألهم على التذاكر، وبيركب كاربوف وولاده وبيسيب حبيبته وجاكسون وعيلته. بيوصل أدريان وأنهوزو للطيارة اللي هتنقلهم، وبيتكلم أنهوزو مع الكابتن عن الأوضاع، وبيتكلم أدريان مع بنت الرئيس، وبيفتكروا أيام الجامعة، والطيارات بتنقلهم للمكان اللي المفروض يبقى آمن. وبنرجع لجاكسون اللي بيتمشى في التلج وبيلاقي عربية وبيشاور لها فبتقف. بيوصل أدريان للسفينة وبيتفاجئ عشان أوضته تكفي 10 أشخاص. بيكلموا صاحبه وبيقول له إنه مفيش طيارات جت عشان تاخده، وإنه قدامه موجة وبيودعه، وبيموت هو كمان. وبيجري أدريان عشان يشوف الموجة الجديدة هتوصلهم في قد إيه، وبيكون باقي 28 دقيقة بس. بيركب جاكسون والأولاد في العربية وبيتكلم مع جاردون، وبيوصلوا عند البوابة وبيستقبلهم ابنهم وما بيرضاش ياخدهم كلهم، فبتترجى كايت وبتتكلم جدته وبياخدهم في الآخر. بتحصل هزة قوية وبيبتدوا الإقلاع، وبيحاول جاكسون واللي معاه يوصلوا للسفن، وبيدخلوا جوه جسم السفينة. الوضع بيكون خطير بره، وبيقرر أدريان إنه يتكلم مع قادة الدول وبيحاول يقنعهم إنهم ينقذوا البشر اللي مستنيين بره. بيحاول أنهوزو يوقفوا وبيكون كلامهم ضد بعض، وبيحاول أدريان يقنعهم بكلامه، وبتوافق بنت الرئيس على كلامه. بيتأثر رؤساء الدول وبيوافقوا يفتحوا الأبواب للناس، وبيفتحوا الأبواب وبيكون تحتها جاكسون وجاردون. وللأسف بيموت جاردون، وفي آخر لحظة بتقف قبل ما يموت، والبوابة بتكون اتعطلت بسبب اللي مع جاكسون. وبيشوفوهم في الكاميرات وبيعرفهم أدريان، وبيروح عشان ينقذهم، والمية بتدخل السفينة بسبب البوابة المفتوحة، وبيتفرقوا بعيد عن بعض، وبيتقفل عليهم بوابات حديد عشان تمنع تدفق المياه. بس أدريان بيصمم إنه يوصل لهم، والتسونامي بيكون فظيع ومش بيعرفوا يعملوا إيه عشان البوابات مفتوحة. بيحذرهم الكابتن من قوة الاصطدام لو البوابة ما قفلتش وشغلوا المحركات. بيتكلم أدريان مع جاكسون وبيقول له إن في حاجة منع البوابة من إنها تقفل، وبيرد جاكسون إنه عارف العطل فين وهيحاول يعمله. وبيودع ابنه كايت وبيروح ابنه وراه، وبيحاول بكل الطرق إنه يعمله، وبينجح ابنه إنه يشاور له على العطل وبيعمله. وبيبتدي الكابتن يشغل المحركات عشان ينقذهم، وبيخبطوا في الجبل لكنهم بينجحوا إنهم يغيروا مسار السفينة. وبيرجع ابنه بس هو لا، وبيفتكروه مات. بس بيجي في آخر لحظة وبيفرحوا كلهم، وبتتحرك السفينة. يوم 27 من الشهر الأول، ده تقويم جديد بعد نهاية العالم. أدريان قاعد بيكتب، وويلسون بتقرأ كتاب بصوت عالي، وبيسمعها أدريان وبتقول له إن الكتاب تحفة، وبيطلب منها إنها تخرج معاه في المستقبل. وبيتكلم الكابتن إنهم هيفتحوا الجسور عشان يشموا هوا، وبيخرجوا يشوفوا الشمس ويشوفوا هوا، وبيكون المنظر جميل جدا. وبيبتدي صاحب أدريان يشرح له الأوضاع الجديدة اللي بتكون مستقرة نوعا ما. وبيتكلم جاكسون مع بنته وبيقول لها إنه مكان ما هم موجودين سوا هو ده البيت. أنا كمان بتفق معاه، مكان ما يكون الأشخاص المريحين والمهمين بحياتك مكان ما يكون بيتك. وبس كده. قول لنا رأيك في الكومنتات، ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والفولو عشان يوصلك كل الفيديوهات. أنا منطقي، سلام.